تعالوا نعمل مع بعض كيكة صحية ينفع تاكليها في الدايت وكمان مغذية ومفيدة. بس قبل ما نبدأ متنسيش تعملي لايك واشترك في القناة وتفعلي زر الجرس. يلا نبدأ. هنجيب اول حاجة موزاية وهنهرسها كده بالشكل ده، وبعد كده هنحط عليها كيس فانيليا. عايزة تزودي الفانيليا عشان تديها طعم اقوى زودي عادي، او حطي الفانيليا السايلة. وبعد كده رشيت عليها رشة قرفة برضو عشان تديها طعم حلو، وحطيت معلقة عسل كبيرة وقلبت كله كده مع بعض. عايزة تعملي برضو الحاجات دي كلها في الخلاط تبقى اسهل لك اعمليها. حطيت بقى معلقتين كده دقيق شوفان وقلبت كده كويس قوي، وحطيت معلقة بيكنج باودر صغيرة وقلبت الخليط لحد ما بقى بالشكل ده كده معايا، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. وبعد كده جبت الطاجن صغنن ودهنته بشوية زيت زيتون، وحطيت الخليط كده في الطاجن ومولعه طبعا الفرن. حطيت بقى كده في النص عشان يديها طعم حلو ومكعب شوكولات دارك كده، وحطيت على الوش شوية فرماسيل برضو هيديها طعم حلو. ومولعه طبعا الفرن قبليها ب3-4 دقايق كده. هدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 140 لمدة 10 دقايق. وكده بعد ما خرجت من الفرن ريحتها مش قادرة اقول لكم حلوة، والشوكليت اللي فيها الدارك دي اصلا طعمها تحفة. جربوها، اللي هي الشوكليت بتاعت كورونا حلوة قوي، طعمها حلو ومديها طعم كده جميل. وبس، مكوناتها سهلة وبسيطة وتعرفي تاكليها في الدايت من غير ما تتخني ولا تبقي متضايقة ان انتي بوظتي الدايت.